يا صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بصور لكم دلوقتي انا في السوق اهو، بقول لكم الاسعار بس الظاهر كده مش هلحق اقولها. يعني خيار وطماطم ب5 جنيه، وخيار الكيلو ونص ب10، والسمك ده صاحي جبته ب40 بعد 45، والفلفل الشطة هي بس اللي كانت ب10 جنيه، وجبت خضرة وجبت بطاطس الكيلو ونص ب10. يعني بصراحة كان الأسعار كويسة، بس ما عدا الفلفل الشطة هو اللي كان غالي شوية. انا طلعت هنا الاول فوق السطح، انا جبت حاجات السوق وحطيتها تحت في المطبخ. السوق ده يا جماعه بيكون الساعه 6 الصبح. وبعدين طلعت حطيت اكل وميه، قلت افطر بقى الطيور عندي، وبعدين انزل انضف السمك. يبقى كده انا خلصت فوق. بصوا بقى الفلاجيل ده، ده انا شغاله بيه الطيور كلها بصراحه، والحمام كمان. اي ما بلاقي اسهالات كده بشتغل احط على طول في الميه انضف معدته. بصوا السمك صحي اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الخياشيم بتاعته. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي بقى ننضف. بس طبعا مش عارفة السمك عمال يزفلت مني وعمال يجري مني زي ما انتوا شايفين. بصوا عمال ينط من ايدي عشان هو صاحي. انا بصراحة بحب اجيب السمك صاحي دايما، يعني بيبقى مسكر كده وحلو. السمك بالذات ما يتاكلش غير صابح يا جماعة. حتى يعني لو اتعان في التلاجة في الفريزر ما بحسش بطعم ليه، يعني مش عارفة انا كده ولا كل الناس زيي ولا انا بس كده يعني. المهم يعني انا بحب الحاجه صبحه بصبحه، حتى الطيور اذبحها واعملها في نفس اليوم، ما افرزهاش. يعني الطيور بالذات، جميع انواع الطيور بقى. اللحمه بسيبها في الفريزر عادي، ممكن اعينها في الفريزر. لكن الاسماك والطيور لازم صبحه بصبحه، ما بحبش افرزها نهائي يعني. يعني لو ذبحتها النهارده اعملها النهارده. فانا هخلي السمك ده قشطه كده. بس انا طبعا بما انه مبهدلني هيبهدلني كده عشان هو صاحي، فانا استنيت عليه شويه. طيب انا هنا دايما عاينه الدقه دي في الفريزر عندي. عباره عن عباره عن شطه حمراء وتوم وكمون وملح وليمون، وبصوا يعني شويه بهارات كده حلوه على بعضها. بضرب كل ده فلفل احمر، كل ده وشط، المهم شطه يعني. كل ده بضربه في الكبه، وانعمها خالص واخليها تبقى جاهزه لاي تتبيله سمك. دي لتتبيله السمك. هسيبه بقى يتبل براحته، واطلع انا بقى فوق السطح هعمل الرز الصياديه. هنقول بسم الله ونقشر البصله بتاعتنا ونعلق على عين، والعين التانية بقى نبتدي نقلي السمك ونشويه. بعد ما جبت السمك والاولاني دوت، وانا جبت كيلو ونص ب60 جنيه على قد انا وولادي يعني. تلاقيت عمر جاي من المدرسة بيقول لي يا أمي في واحد تحت معدي بيبيع سمك حلو كده مشاط، يعني للشوي. بكام يا عمر؟ قال لي ب20 جنيه يا أمي. قلت له طيب هروح ابص كده بصه، انا لسه اصلا جايبه سمك يا عمر. قال لي مش هتخسري حاجه. جبت كيلو بقى اللي هو للشوي ده، وبيبقى اصغر شويه. وهشويه دلوقتي قدامكم، هوريكم الطريقه. برضو انا كنت شويته قبل كده معاكم على القناه هناك في شقتي اللي في شبرا. بس النهارده بقى هعمل لكم كل حاجه فوق السطح، عشان انا عارفه ان انتوا بتحبوا الفيديوهات بتاعه السطح. هنا انا بعمل السلطه. قلت بقى اجهز السلطه بالمره واركنها، علشان العين ديت هشتغل عليها دلوقتي سمك. يبقى عين عليها الرز وعين عليها السمك بقى مقلي ومشوي. هقطع بقى الخضره. طبعا الفراخ بهدلتني، كل ما تشوف حاجه خضره عايزه تقرب تاكل وتجري منها. انا مقعده احمد وجودي جنبي حرس، كل شويه يهشوا الفراخ من هنا ويهشوها من هنا. بس يا عمر اخر ما يزهق يحبسهم يعني. قال لي يا ام انا هحبسهم لك علشان تعرفي تطبخي. هنا بصوا لازم البصله تحمر كويس جدا، يعني تبقى تحس ان هي هتتحرق. ليه يا ساميه؟ علشان تديني اللون البني الجميل اللي احنا بنحبه، اللون المكرمل ده. وتحطي كمان شويه كمون وشويه ملح، هيظبط معاكي جدا السمك الصياديه. طيب انا كده حطيت الميه تغلي، لازم تغلي قوي قوي. ليه؟ علشان تشرب تنزل العصاره بتاعه البصله وتغمق وتاخد لون البصله. هنا بقى هبتدي بقى اقلي السمك. طبعا بصوا يعني الفراخ يعني مش عارفه احطها في الطاسه هي كمان ولا السمك بس ولا مش عارفه. هنزل بقى. بصوا انا هنا ظبطت الليمون اهو، حطيته على السلطه، جهزت الليمون وهركنه على جنب. بس هديله هدي الطبق ده تقليبه كده، واركنها بقى فوق كده الفرن بعيد عن الفراخ خالص. بس كده اجيب بقى السمك. بصوا بقى عايزينه يبقى ناشف كده ومقرمش وحلو ومستوي وزي الفل، من جوه مستوي ومن بره مقرمش. بصوا بقى بتحطوه في الدقيق الاول، وبعدين تبلبلوه ميه زي ما انا بعمل كده، وتنزلوا في الطاسه. اتفرجوا بقى، كله احلى سمك، احلى سمك مقلي. وده يا جماعه اللي المحلات بتعمله علشان يطلع مقرمش من بره وناشف كده، ما يبقاش طري. بصوا بقى الميه بقت لونها عامله ازاي، بني، بقت لونها بني ازاي.
هتبتدوا بقى تنزلوا كده بقى ايه بالمقدار اللي انتوا عايزينه وتغطوا عليها بس زي الفل. هو مش هياخد حاجه في السوا لان الميه اصلا غليت، فهو يعني خلاص هيشكشك وهنهدي عليه وخلاص على كده. على ما نقلي السمك ونخلص يكون الرز خلص. هنا بقى نعمل الخلطه بتاعه السمك بتاعه الشوي. هقطع طماطميتين كده 3 حلوين زي ما انتوا شايفين، وعود الخضره اللي باقي هقطعه و... وليمون وكده يعني، ولو في بصلايه صغيره حطيها، انا نسيت احطها بس انتوا حطوها، لو في جزر حطوا، يعني هم اعملوا تحبيشه حلوه كده. وهقول لكم هتعملوا ايه دلوقتي. هننزل بيها بالهريسه اللي انا طحناها في الكبه اللي ورا اللي انتوا شايفينها دي. شايفين الهريسه دي؟ هننزل بيها. الهريسه دي عباره عن ايه؟ عباره عن شطه وكمون، وعباره عن توم وشطه وكمون وملح وكل ده على بعضه، وتزودوا ميه بقى كده، وتزودوا الحدقيه يعني تحدقوها شويه عشان احنا هنحدق السمك فيها. بص انا ابتديت اطلع السمك المقلي اهو وهنزل غيره. هم عملوا 6 سمكات، الكيلو ونص يعني، ما شاء الله عليهم يعني، عملوا طاستين يعني. بس كده خلاص كده بقى. بصوا ده السمك اللي هنشويه بقى. بصوا حطيته في الرد على طول اهو. طبعا انا كنت غسلته بقى وتبلته زي التاني، زي الاولاني اللي انا عملته، بس ما صورتهوش. هنحطه بقى في الرد على طول كده، الرده ناعمه يا جماعه، وتحطوا صاجه وزي ما انتوا شايفين كده، وترصصوه كده في الصاجه وتهدوا عليه النار. هيطلع لكم احلى سمك مشوي، احلى سمك مشوي هيطلع. هتاخدوا احلى سمك مشوي منه. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، رز مفلفل وجميل ازاي. شايفين كده؟ فاضل له تكه واحده بس اهو. بصوا اللي بيتشوي انا بقلبه. شايفين بقى الخلطه اللي انا حطاها على جنب دي؟ اللي هيتشوي هنزله فيها على طول. دي الدقه بقى، دي التحديقه بتاعه السمك. طبعا السمك المشوي دي كذا طريقه يا جماعه، بس دي الطريقه بقى المعتاده هنا يعني في الارياف وكده. بصوا تنزلوه على طول وهو سخن، يشرب بقى من التحديقه دي ومن العصاره بتاعه الطماطم والفلفل والليمون والكمون والملح. كل دوت بيخلي طعمه تحفه تحفه. اخلص بقى كل الشوي دوت قدامكم اهو. طبعا انا مهديه النار عشان يستوي من بره ومن جوه. هو اصلا كده كده صغير يعني، مش هياخد حاجه في السوا. بس مش عايزه اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي بقى، يعني ما شاء الله عليه. بس كده خلاص نظبط بقى الدنيا. بس ما شاء الله طلعناه كله اهو، مفضلش غير اللي قدامنا ده، وفي 3 كمان هنبقى نحطهم بقى ايه يعني في الاواخر. بس نشيل بقى ننضف مكاننا كده. طبعا اللي انا بحذفه دوت الطيور بتاكله على طول يعني. الرز كده خلاص استوى، هطفي عليه. نغرف بقى ونشوف الطعامة والجمال ده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجة عسل عسل بصراحة. جودي بتقول لكم ما تنسوش تحطوا اللايك. بصوا بقى الجمال، شايفين بقى السمك المشوي والسمك المقلي، حاجة كده فاخر من الاخر. ما تنسوش بقى باللايك والشير لو وصلتوا لحد كده. ما تنسوش تعملوا لايك كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واستنوني فيديوهات كتير، وشجعوني باللايك كتير والشير. باي باي.